بيبدأ الفيلم مع ولد اسمه مات اللي بيطلب من اخوه جوي ان هو يجهز نفسه، وبياخده البيت ست عجوزة اسمها ديلارد عشان يسرقه، بس جوي بيكون خايف ورافض. عشان كده مات بيقولوا ان هم محتاجين الفلوس عشان يداووا امهم لانها بتكون مريضه بسرطان الرئه، وبعدها بيديله قناع الغاز عشان البيت بيكون فيه تصليحات، وبيقولوا ان هو يكسر الشباك وبيعمل كده، وبيدخل وبياخد الصندوق وبيرجع له، ولما بيفتحوا مات بيلاقي فيه فلوس كتير، وبعدها بيمشوا بسرعه قبل ما حد يشوفهم، بس على حظهم بيشوفهم راجل امن عشان كده بيهربوا منه بس بيلحقهم، ومات بيقدر يهرب منه بس لما بيلاحق جوي بيقع في حفره اللي بيشوفه، علشان كده بيروح يقول لمات ان هو وقع في حفره وان قناع الغاز بتاعه ضاع منه، بس مات بياخده وبيروحوا علشان يخبوا الفلوس قبل ما الشرطه تشوفهم، ولما بيروحوا جوي بيكون قلقان على الحارس، بس مات بيرفض يتكلم علشان مامتهم المريضه ما تسمعهمش اللي بتكون متابعه الاخبار على طول، وبعدها جوي بيروح لمات اللي بيلاقيه بيعد الفلوس وبيطلب منه ان هم يرجعوا يشوفوا الحارس، بس مات بيكون رافض لانه خايف ان هم يكونوا اكتشفوا السرقه وبلغوا الشرطه، عشان كده بيطلب من جوي ان هو ينساه ويخرجه من دماغه، بس جوي مش بيسمع كلام مات، علشان كده تاني يوم بيروح للحارس وبيتكلم معاه من بعيد من غير ما يشوفه، وبيقولوا بيعرفوا الحارس ان هو وقع وهو بيطارد ولدين وكسر رجله، اللي بيعرف من صوت جوي ان هو صغير، عشان كده بيقولوا ان هو يطلب المساعده من ابوه وامه، بس جوي بيقولوا ان امه مريضه وابوه مات من سنه، وبعدها لما بيسالوا عن سنه واسمه بيقولوا ان هو عنده 15 سنه، وبيقولوا ان اسمه مات اللي بيكون اسم اخوه، وبيعرفوا الحارس هو كمان وبيقولوا ان اسمه ديف، وبيطلب منه ان هو يتصل بالشرطه، بس جو بيكون قلقان علشان كده بيقولوا ان هو هيروح يجيب له مساعده وبيمشي، ولما بيرجع للبيت وبيروح لمات بيقولوا ان هو راح له وانه محتاج لمساعده، بس مات برضه بيرفض وبيضربه لانه ما سمعش كلامه، وبيقولوا ان هو لو اكتشف حقيقتهم هيبلغ عنهم وان هو اللي هيقع في ورطه لان هو اللي سرق البيت، بس جو بيهدده وبيقولوا ان هو هيعرفوا حقيقتهم لو ما راحش معاه وساعده في ان هو يخرجه، عشان كده بيتعصب مات وبيروح يضربه، وبيقولوا بيفكروا ان هما محتاجين الفلوس عشان دواء امهم اللي لما بيسمع صوتها بيخاف وبيسيبه، وبينتهز جو الفرصه دي وبيقول له ان هو هيقول لهم على كل حاجه، عشان كده مات بيوافق ان هو يروح معاه، اللي لما بيروحوا بيديله ميه، وبعدها وهو بيتكلم مع مات بيسمعوا الحارس وبيسالوا لو في حد معاه، بس بيكذب جو وبيقول له ان هو لوحده، وبعدها لما بيندهله باسم اخوه مات بيعرف ان هو قال له اسمه وبيكون متضايق، وبيسمعهم الحارس وبيفهم ان هما نفس الولدين اللي كان بيطاردهم، عشان كده بيظهروا له وبيقول لهم ان هو مش هيقول حاجه للشرطه وبيطلب مساعدتهم، بس مات بياخد جو وهو قلقان وبيقول له ان هو عارف ان هما سرقوا وهيبلغ عنهم، وغير ده ان هو شاف وشهم، علشان كده بيقولوا ان هو ما يساعدوش وانه هيسيبه يموت، ولما الحارس بيرجع يطلب المساعده وبيشتم مات اللي بيتضايق وبيحاول جو ان هو يمنعه بس مش بيقدر، علشان كده بيروح يعمل عليه حمام، وبعدها لما بيمشي بيروح يعتذر له جوي وبيروح ورا مات، بس بعدها بيرجع له تاني وهو معاه اكل ليه وبيديهوله، وبيعرف الحارس ان هو جاي من ورا اخوه، عشان كده بيحاول يستغله وبيطلب منه المساعده، بس جوي بيقوله ان مات مش واثق فيه وانه هيبلغ عنهم، ولما الحارس بيساله عن سنه بيقوله ان هو عنده 17 سنه، عشان كده بيقوله ان هو مش اكبر منه بكتير وهيقدر يقف في وشه، بس جوي بيكون خايف من اخوه، علشان كده لما بيعرف الحارس ده بيحاول يشجعه وبيقوله ان هو كان ليه اخ برضه بيخاف منه وقدر يتخلص منه ومبقاش فيه غيره هو وامه، وعشان يحرك مشاعره اتجاهه بيقوله ان هو كان ليه اخته وعملت حادثه بالعربيه، وبيرجع يقوله ان هو لو مش عايز يبلغ الشرطه ممكن يجيب له حبل ويربطه في الشجره ويحدفه له وهو هيطلع بيه لوحده، بس جوي برضه بيرفض وبيمشي، اللي بعدها بيروح مع اخوه عشان يراقبوا بيت الست العجوزه عشان يعرفوا ان هم اكتشفوا السرقه ولا لا، ولما بيجي الليل بيروح جوي للحارس برضه من ورا اخوه وبيديله البطانيه والمسكنات اللي واخدها من ورا امه عشان رجليه، وجهاز لاسلكي علشان يقدر يتكلم معاه وهو في البيت، ولما بيساله ان هو لو كان متجوز وعنده اطفال اللي بيقول له ان هو كان كده، وبعدها لما بيسكت بيمشي جوي اللي لما بيرجع البيت بيكون مستنيه مات وعارف ان هو كان عنده، بس جوي بيكذب عليه وبيقول له ان هو ما كانش عنده، عشان كده بيهدده مات وبيقول له ان هو لو راح له تاني هيموته، ولما بيدخل جوي اوضته وبيقفل الباب بيكلم الحارس من اللاسلكي وبيكون فرحان ان هو بيتكلم معاه، عشان كده بيكلمه عن تخييمه مع ابوه وان هو كان بيتكلم مع ابوه باللاسلكي زي ما هو بيعمل معاه كده، بس لما بتنده له امه بيقفل معاه بسرعه، وتاني يوم بيقول له مات ان هو عارف ان هو بيودي له اكل، عشان كده بيقول له ان هو هيروح معاه، بس بياخده قبلها لبيت الست العجوزه دي الارض وبياخد انبوبه غاز وبيقول له ان هو هيموته، عشان كده بيلحقوا جوي وبيحاول يمنعه ان هو يعمل كده، بس مش بيقدر عليه وبيحدفها على ديف اللي بيحاول يخرجها بس مش بيقدر لان المسافه بعيده، وبعدها بيمسك جوي وبيهدده ان هو لو جه هنا تاني هيموته في الحفره هو كمان، وبعدها بيمشي ورا جوي اللي لما بيروح بيحاول يكلمه عبر اللاسلكي وهو بيعيط بس مش بيرد عليه، وتاني يوم مات بيحاول يصالحه وبيقول له ان صاحبه توم عامل حفله في فندق اسمه السجاده الحمراء، عشان كده بيقول له ان هو يروح معاه، بس جوي بيرفض في الاول بعدها بيوافق، عشان كده بيجهز نفسه وبعدها بيروح، ولما بيوصل بيعرف من توم ان مات هو اللي دفع ثمن الحفله، عشان كده بيروح له جوي وهو متضايق وبيقول له ان هو كان عايز الفلوس ليه من الاول مش عشان دواء امه، عشان كده بيتضايق منه مات وبيفضحه وبيقول للموجودين ان هو سرق بيت ست عجوزه، اللي لما بيضايقوه بيقول لهم هو كمان انه قتل الحارس بس مش بيصدقوه، عشان كده بيحاول يهرب منه بس هو بيلاحقه وبيحاول يخنقه بكيس، وبعدها بيضربه بس بيقوم وبيجري منه، ولما بيرجع البيت بيتضايق على امه المريضه بس بعدها بيهدى وبيقعد معاها وبيحكي لها عن اذيه مات ليه، بس هي بتقوله هي حزينه ان هي ما عندهاش القوه ان هي تقف قدامه، وبعدها بيشوفوا في الاخبار ان في قاتل هربان وبيقول
وبيقولوا ان هو قتل مراته واولاده، وان اخر مكان اتشاف فيه كان منطقتهم. ولما بيعرضوا صورته بيطلع هو نفسه الحارس اللي بيطلع اسمه الحقيقي راندي مش ديف. عشان كده بيكون مصدوم وبيسيبها وبيروح اوضته، وبيلاقيه بيكلمه من اللاسلكي وبيقوله ان هو لازم يخرجه. بس جوي بيقوله ان هو عارف حقيقته، عشان كده بيقوله ان هو لازم يروح له. وبيروح له جوي تاني يوم وبيعرف منه ان هو ما ماتش عشان كان معاه القناع بتاعه. اللي بعدها بيساله جوي ان هو كان بيجري وراهم ليه. عشان كده بيقوله ان هو كان بيجري وراهم عشان يسرق منهم اللي هم سرقوه، وبعدها كان هيسيبهم يمشوا ومش هيأذيهم. ولما بيساله ان ابوه مات ازاي بيقول له جوي ان حد ضرب عليه رصاص. ولما بيطلب منه ان هو يجيب له حبل عشان يخرج بيقول له جوي ان هو هيساعده ويجيب له الحبل ويخرجه لو هو ساعده في ان هو يعاقب مات على اللي هو عمله فيه. وبيوافقوا راندي. عشان كده بيرجع جوي للبيت عشان يجيب الحبل، بس بيلاقي مات بيضايق امه اللي بتقول له ان مدير فندق السجاده الحمراء اتصل بيها وقال لها ان هو كسر الاوضه هو وصاحبه. بس مات بيكذب عليها وبيقول لها ان ده ما حصلش. ولما بتتهمه بسرقه مسكناتها بيعترف لها جوي بيقول لها ان هو اللي خدها. عشان كده مات بيهدى وبيمشي، وبينتهز جوي الفرصه وبيروح ياخد الحبل وبيروح لراندي وبيربطوه في الشجره وبيحدفوا له وبيطلع. وبعدها بياخدوا البيت. ولما بتشوفه مامته بتخاف منه لانها عارفه ان هو القاتل الهربان. بس جوي بيطمنها وبيقول لها ان هو مش هيأذيهم. في الوقت اللي راندي بيروح ينظف نفسه بيروح اخوه للشرطه لما لقاهم اكتشفوا السرقه، وبيعترف على اخوه جوي وبيقول لهم هو اللي سرق البيت. اللي بيطلب من راندي ان هو ياخده معاه وبيوافق. ولما بيتحركوا بيشوف جوي مات مع الشرطه. عشان كده بينزل راندي من العربيه اللي لما بتشوف الشرطه بيعرفوا ان هو القاتل وبيحاولوا يوقفوه. بس راندي بيضرب عليهم نار. في الوقت اللي مات بيحاول يخرج بس مش بيعرف. عشان كده بياخدوه للحفره وبيخوفوا جوي بالمسدس وبينزلوه فيها كعقاب على اللي هو عمله. وبيخلي راندي جوي يصرخ ويستفز مات اللي بعدها بيحدفوا ليه وبيمشي وبيسيبه. ومات بيضربه لحد ما بيفقد وعيه. في الوقت اللي امهم بتوصل للقاتل من خلال اللاسلكي اللي عرفت منه مكانه وبيعرف منها ان هي اللي قتلت ابوهم لانه كان بيسكر على طول وبيضربها. في الوقت اللي بيحس مات بغلطته بيحاول يفوق جوي وبيعتذر له وبيقول له ان هو ملوش غيره وان هو بيحبه. بتضرب على راندي وبتموته وبعدها بتروح لهم وبيحضنوا مات وبيعرف قد ايه هو كان بيحبه وان هو غلط في حقه. وبكده يكون انتهى الفيلم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد.